حبايبي الغاليين، ازيكم؟ اتمنى تكونوا بخير دايما. وصفتنا النهارده وصفه لذيذه وطعمها حكايه. داخلين على الشتا بقى وهنقلبص، فقلنا نعمل شويه قرص. يا سلام بقى لما نفطر بيهم مع كوبايه شاي او نديها لاولادنا في المدرسه. هنعملها النهارده بطريقه سهله وسريعه، مش هتاخد مننا وقت خالص. يلا بينا نشوف عملناها ازاي. في البداية هنحتاج كوب وربع حليب دافي، هنحط عليهم معلقة كبيرة خميرة ومعلقتين كبار سكر، ونقلبهم ونغطي عليهم. نسيبهم بقى 5 دقايق عشان بس الخميرة تنشط معانا. نيجي بقى للدقيق، هنحتاج 5 أكواب دقيق، ننخلهم كويس وننزل عليهم بمعلقة صغيرة بيكنج باودر وربع معلقة صغيرة ملح ومعلقتين كبار سمسم محمص. نقلبهم كويس بقى مع بعض، وننزل عليهم بنص كوب زبدة تكون سايحة أو سمنة وربع كوب زيت. نبس بقى الدقيق كويس لحد ما الزبدة تغلف كل الدقيق بالشكل ده. ننزل بقى بالحليب والخميرة بتاعتنا ونعجن كويس مدة ما تقلش عن 10 دقايق. نغطي عليها بقى ونسيبها نص ساعة لحد ما تخمر. نحضر بقى العجوة بتاعتنا، هنحط عليها معلقة كبيرة سمنة أو زيت ونعجنها كويس، ونبدأ نعملها كور صغيرة الحجم بالشكل ده. العجينة بتاعتنا بقى اختمرت خلاص، شايفين الجمال؟ نبدأ بقى ناخد منها قطع صغيرة ونحشيها بالعجوة بتاعتنا ونضغط عليها ضغطة بسيطة بالشكل ده. نرصهم بقى في صينية فرن ونخلص كل الكمية. وبسكينة نبدأ نعمل فيها فتحات بالشكل ده. نغطي عليها بقى ونسيبها تخمر تاني لمدة نص ساعة كمان. بعد ما اختمرت ندخلها بقى فرن سخن على درجة حرارة 180 لمدة تلت ساعة، واخر 5 دقايق نفتح الشواية عشان تاخد لون ذهبي جميل. وده شكلها بعد ما خرجت من الفرن. ما شاء الله، ريحتها كانت قلب البيت من جمالها، ولا طعمها حكاية، مش قادرة اقول لكم ولا اوصف لكم. بجد لازم تجربوها بنفسكم. يلا لايك وشير للبوست، ومستنية تعليقاتكم وتطبيقاتكم الجميلة، وبألف هنا وشفا مقدما على قلوبكم.